النهارده بقى هوريكم ازاي تعملوا الفول بلون وقوام حلو جدا من غير ما يغمق معاكم خالص ويبقى عامل زي الزبده بالظبط، من غير بقى اي افتكاسات، بدون اضافه بنجر او دقيق او اي حاجه من الحاجات الغريبه دي. قشرته كمان بتبقى ناعمه وطريه جدا. شايفين بقى شكل الفول والقوام بتاعه عامل ازاي؟ تابعوا بقى الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفادوا. تعالوا في البداية كده نتكلم عن نوع الفول اللي هنستخدمه. هنحتاج فول تدميس او فول يكون بلدي. اهم حاجة الحبة بتاعته بتكون صغيرة بالشكل ده، ما يكونش كبير. الكبير ده اللي بنستخدمه في النابت، انما الصغير هو الفول بتاع التدميس. هنغسله كويس جدا. في البداية كده نحتاج نص كيلو من الفول. نغسله كويس جدا بالمية وبعدين هننقعه في المية لمدة ليلة كاملة او لمدة 12 ساعة. غيرت عليه المية تقريبا مرتين. اهم حاجه تزودوه ميه كويس جدا، ميه كتيره، كميه الميه تكون مناسبه عشان بيتشرب الميه بسرعه. وبعد ما بيعدي ليله كامله او 12 ساعه حجمه بيكون متضاعف بالشكل ده. الفوله طبعا بتتشرب ميه فحجمها بيزيد. ده كمان بيسهل عليه عمليه التسويه، وكمان بتخلي القشره بتاعتها تطلع معانا ناعمه ودايبه. هنغسل بقى الفول كويس جدا وهنجهز دماسة الفول او في حله يكون حجمها صغير شويه. هنبدا نحط الفول وهنزود عليه نص كوبايه عدس مغسول كويس. العدس طبعا بيدي الفول لون وقوام حلوين جدا. وهزود كمان نص كوباية رز مغسولة كويس، مش منقوع خالص. الرز يدوب بس يكون مغسول. طبعا الرز هو اللي بيظبط قوام الفول جدا، بيخلي القوام بتاعه تقيل كده وحلو من غير بقى ما نحتاج نضيف دقيق او اي حاجة تانية. هزود كمان طماطمية تكون متوسطة، هنبشرها كده من غير القشر، وعصير ليمونة كاملة. اخر مكون بقى معانا هو نص معلقة صغيرة من الكركم، بتدي للفول لون حلو جدا. هنبدأ بقى نزود مية مغلية. المية لازم تكون مغلية، مية سخنة جدا. هنزود بقى الفول ميه لحد ما الميه تغطي الفول كويس بحوالي عقلتين صباع زي ما انتوا شايفين معايا كده. اهم حاجه الميه تكون مغليه. هنقلب بقى مكونات الفول مع بعض كويس جدا وبعدين هنرفعه على النار. وبعد اول 5 دقايق من الغليان هنرفع الغطا. بنلاقي الفول كده عمل فقاقيع بيضة على الوش. كل الفقاقيع البيضة دي اللي بتتكون على وش الفول لازم تتشال. وعشان نضمن بقى ان الفول بتاعنا يستوي تسويه مظبوطه وكمان ما يغمقش معانا وقت التسويه، هنغطيه الاول بورقه فويل. هنقفل ورقه الفويل على الحله كويس جدا بحيث ان هو ما يدخلوش اي هوا خالص، وبعدين بنغطيه بغطا الحله. وهنهدي بقى النار خالص على الفول، نار تكون زي نار الشمع كده بالظبط. وطبعا افضل حاجه عشان الفول ما يغمقش معانا وقت التسويه مش بنفتح عليه، يعني اقصاها حاجه كده 3 مرات بس. بنشوف بقى اذا كان الفول محتاج شويه ميه فبنزوده شويه ميه، بس اهم حاجه الميه اللي هنزودها تكون ميه مغليه. ده شكل وقوام الفول بعد ما استوى. شايفين بقى شكله وقوامه عامل ازاي؟ اخد معايا على النار 5 ساعات بالظبط. ده طبعا بيرجع لنوع الفول اللي بنستخدمه ودرجة حرارة النار، سواء بقى مهديين النار خالص وزي ما قلت لكم كده انا كنت مولعة عليه على نار هادية جدا، نار زي نار الشمعة كده بالظبط. ملحوظة مهمة جدا بقى لازم اقول لكم عليها، في نص التسوية كده بنضيف عصير ليمونة كاملة. عصير الليمون طبعا بيمنع ان الفول يغمق، وكمان بيفضل محافظ على اللون الفاتح بتاعه. عصير الليمونة بقى يا اما بنضيفه بعد التسوية يا اما في اخر مرة بنفتح فيها على الفول. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ الفولة ناعمة وطرية جدا وعاملة زي الزبدة بالظبط. جربوه بنفس الطريقة كده وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. وبس انا كده خلصت فيديو النهاردة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناة وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.